السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. النادي الاهلي يا جماعة يواصل تدعيم خطوط الدفاعية وبالتحديد مركز قلب الدفاع بصفقة جديدة طبعا من العيار الثقيل. بعد ما شفنا صفقة عمرو الجزار لاعب غزل المحلة والنادي الاهلي طبعا تعاقد معها رسميا، عندنا ايضا مصطفى العش الوافد الجديد والصاعد واثبت وجوده في المباريات اللي فاتت في الدوري. عندنا ايضا مازال ياسر ابراهيم. النادي الاهلي النهارده تواصل من اجل انضمام صفقه جديده وتم الصفقه وتم التوقيع طبعا رسميا. لاعب نادي سيراميكا كيلوباترا مركز قلب الدفاع بالتحديد اللي هو احمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام يا جماعه النادي الاهلي تواصل مع سيراميكا كيلوباترا من اجل انضمام اللاعب للنادي الاهلي من بدايه الموسم اللي جاي، ولكن من بدايه مباريات كاس العالم، يعني من كاس العالم ويحضر معانا الموسم القادم ان شاء الله. هو تعاقد على سبيل الاعاره لمده سنه وحيده فقط لا غير، علشان يدعم طبعا قلب الدفاع اللي عندنا نقص فيه بعد ما مشي طبعا رامي ربيعه. الصفقه تمت على خير مقابل 15 مليون جنيه. طبعا اللاعب هيبدا مع النادي الاهلي من بدايه بطوله كاس العالم للانديه ويستمر للموسم اللي جاي كامل. في ناس كتيره اهلاويه يا جماعه بتقول لك الصفقه دي يعني ملهاش لازمه، بدون داعي للنادي الاهلي، الاهلي مش هيستفيد منها. بعدين في علامات استفهام كتيره على اللاعب احمد رمضان بيكهام. ناس تقول لك ده ملوش فيها، ناس تقول لك مثلا ده خلص من زمان، ناس تقول لك مش هيفيد النادي الاهلي، مصطفى العش احسن منه. انا على قناعاتي الشخصيه مصطفى العش افضل من رمضان بيكهام. ايضا عمرو الجزار لاعب غزل المحله السابق اللي جه للنادي الاهلي احسن من احمد رمضان بيكهام. احمد رمضان بيكهام يعني تحس ان هو معتزل مش لاعب، يعني ما تسمعش، مش اللي هو الصفقه التوب اللي تيجي تفيد النادي الاهلي. تحس ان هو لاعب زي ما تسمع على احمد شديد جناوي كده، هتسمع هو هيلعب فين دلوقتي محدش يعرف. زي مثلا محمود طلبه بتاع نادي الزمالك السابق لما فضل يروح اي انديه ومش عارف ايه، تقريبا اعتزل في المصري تقريبا. فالمهم يعني مدافع قليل جدا، مش حتى متوسط، قليل جدا، مش هيفيد النادي الاهلي. بالعكس عمرو الجزار يلعب اساسي مع مثلا مصطفى العش، او مصطفى العش يلعب اساسي مع ياسر ابراهيم، او ياسر ابراهيم مع مصطفى العش، ايا كان الثلاثه يعني يبدلوا مع بعض هيفيد النادي الاهلي كتير. لكن والنادي الاهلي لو حب كان يدعم صفوفه الدفاعيه كان بص على لاعب يكون غير الراجل ده. يعني احمد رمضان بيكهام في الاول وفي النهايه محدش يعرفه، محدش اصلا. انا والله لما شفت الخبر قلت هو بيلعب في نادي ايه؟ انا افتكر ان هو اعتزل. انا اخر مباريات اللي كنت بعرفه لما كان بيلعب مع المنتخب المصري، مع منتخب مصر، لكن في فتره اخيره ما اعرفش هو بيلعب في نادي ايه اصلا. اتفاجئت ان هو في نادي سيراميكا والنادي الاهلي تعاقد معاه مقابل 15 مليون جنيه. المهم يا جماعه ده باختصار صفقه احمد رمضان بيكهام وانضمامه للنادي الاهلي على سبيل الاعاره طبعا بدايه من بطوله كاس العالم للانديه، ويلعب مع الاهلي الموسم القادم. في النهايه نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي في البطوله اللي جايه. ما تنسوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.